هو كارت الفلاح حاجة ممتازة نحو رقمنة الزراعة، يعني يعتبر بداية، بس عايزة الجمعيات تتحول فعلًا لميكنة، تتميكن، وما يبقاش فيه المعوقات اللي موجودة، يعني ما فيش واحد يتوفى يبص يلاقي السماد بتاعه يتحجز عشان ما عندوش كارت فلاح. المفروض يبقى في آليات أسرع من كده لصرف المستحقات، مش يكون عائق. الكارت الفلاح نفسه مش حاجة وحشة، لكن إحنا ممكن نخلّيها حاجة وحشة بالاستعمال الخاطئ ليه، لإن إحنا كارت الفلاح ده بيوفّر وقت وحمله سهل وقضى على الفساد الدفتري اللي كان موجود، لكن في بعض الموظفين والروتين بيخلّيه عقبة للفلاح في صرف مستحقاته، وبالتالي إحنا مش عايزين الموضوع ده. كارت الفلاح دلوقتي من المفترض إنه يتعمم على كل المزارعين، ففي آلية للتجديد للتغيير بسرعة، بحيث إن الزرعة مش هتستنى الموظف لمّا يقعد له 7 أشهر عشان يعمل لك كارت فلاح. أنا عايز آخد السماد بتاعي آخده، أبويا اتوفى، الورثة ييجوا يبقى في قرار، يبقى في حاجة تسهيل بحيث إن أنا آخد مستحقاتي. لكن كارت الفلاح في حد ذاته حاجة من الحاجات الممتازة اللي اتعملت في الفترة الأخيرة، والتطور الطبيعي اللي لازم يتعمل، مش هنقعد نمسك الدفتر بتاع الحيازة طول عمرنا طبعًا.